السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-ку. Лечу, лечу, да я в тот лесок ку-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 ку. Кошечка. أهلا بيكم في الحلقة رقم 7 من الموسم الجديد من قصص ميز. اسم حلقة النهاردة هو العملاق الطيب. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. كرامبروك هي مدينة صغيرة في كولومبيا البريطانية في كندا. الجو فيها دايما متلج، وكانت مدينة صغيرة مفيش ناس كتير تعرفها، ولكن شاب باسم أيزيا أوتيانو هيغير كل ده. في سنة 2006 شاب عنده 18 سنة اسمه أيزيا أوتيانو نزل من الطيارة في مدينة كرامبروك، وبدأ يتحرك في المطار عشان ياخد شنطه. ولكنه لاحظ وهو بيتحرك أن كل الناس اللي في المطار كانوا بيبصوا عليه، وتحديدا بيبصوا لفوق عشان يشوفوه. ده لأن أيزيا كان طوله 2 و6 سنتي وكان من كينيا، وده اللي خلاه يكون ملحوظ جدا في وسط الناس. أيزيا هو ابن واحد من السياسيين في كينيا، وكان بيدرس الفترة اللي فاتت بمجهود كبير عشان يقدر يحجز مكانه في الجامعة اللي موجودة في مدينة كرامبروك، واللي اسمها جامعة جبال الروكي. وخطته كانت إنه بيدرس في الجامعة علشان ياخد شهادة ويقدر يشتغل في وظيفة كويسة ويساعد أهله في كينيا. وبعد فترة قصيرة من بداية الدراسة، حال أيزيا الأكاديمي كان ممتاز. ومش بس كده، هو كمان كان عمل صحاب كتير لأنه كان اجتماعي لدرجة كبيرة، وكان دايما مبتسم، وأصحابه سموله عملاق الطيب. ولكن الشخص الأقرب إليه في كل المدينة كان طالب معاه اسمه إيزاك هوكلي، واللي كان بجانب إنه طالب في الجامعة كان مصور شبه محترف، وكان بيشتغل جزئيا مع واحدة من الجرايد في المدينة وبيصور الأحداث ليهم. إيزاك وأيزيا اتقابلوا بشكل سريع في الجامعة، وتحديدا لما كانوا بيلعبوا بلياردو. ولكن صداقتهم الحقيقية بدأت بحادثة معينة. في واحدة من الليالي في بداية سنة 2007 أيزيا جاله شغل بشكل جزئي كحارس أمن، وده طبعا بسبب إنه كان طويل. وفي واحدة من الليالي إيزاك كان موجود عند المكان ده، وفجأة أيزيا سمع صوت ضرب وخناقة، فجري بسرعة عشان يشوف فيه إيه. وفي ممر صغير جنب المكان لقى إيزاك بيتخانق مع راجل ضخم، والراجل الضخم ده كان واضح إن هو اللي بدأ الخناقة، وكان عمال بيضرب إيزاك. بسرعة وبدون أي تردد أيزيا جري عليهم وضرب الراجل ده وبعده عن إيزاك. ودي كانت الحادثة اللي بدأت صداقتهم الحقيقية. وعلى مدار الشهور اللي بعد كده إيزاك وأيزيا كانوا بيخرجوا في رحلات مع بعض، وكانوا هما الاتنين بيتكلموا عن حياتهم وعن مستقبلهم. أيزيا كان بيتكلم عن الحياة في كينيا وأهله، وإيزاك كان بيتكلم عن التصوير وعن شغله في الجريدة وعن حياته في كندا. وفي واحدة من خروجاتهم ولما كانوا في العربية وكانوا قريبين من غابة وكانت الدنيا ليل، فجأة حيوان طلع من بين الشجر، وكان حيوان الموس، وهو نوع من أنواع الغزال الضخم اللي عايش في المنطقة دي. الحيوان طلع قدام العربية، وإيزاك بسرعة حرك العربية بعيد عنه واتفاداه. إيزاك كان كويس، ولكن أيزيا كان فاتح بقه. فلما إيزاك سأله هو كويس، أيزيا قاله إنه أول مرة يشوف الحيوان ده في حياته، وإنه أصلا عمره ما تخيل إن في حيوان زي كده عايش. وبعد كده كان نوع من الهزار، كانوا هما الاتنين بيتكلموا عن الحادثة دي وعن خوفه من حيوان الموس. ولكن بالرغم من إن كل حاجة في حياة الاتنين كانت ماشية كويس، إلا إن كل ده هينهار في سنة 2008. في 13 مايو سنة 2008، واللي كان بعد سنتين من وصول أيزيا لكرامبروك، إيزاك جاله مكالمة من الجريدة اللي شغال فيها، وقالوله إن لازم يروح وسط المدينة عشان يصور حادثة حصلت هناك في المنطقة، وكانت حادثة ضخمة. الحادثة حصلت لما هليكوبتر بتعمل تصليح لخطوط الكهرباء في المدينة فقدت التحكم واتحطمت في وسط المدينة، وكل اللي كانوا فيها ماتوا.
وكانوا 3 أشخاص. إيزاك كان زيه زي باقي الناس في المدينة، كلهم كانوا مصدومين. أولا لأنها كانت حادثة بشعة ومدمرة، وثانيا إن مفيش أي حاجة حصلت زي كده في كرانبروك قبل كده، وإن المدينة من طبيعتها إنها هادية جدا. إيزاك ركب عربيته وبدأ الرحلة لمكان الحادثة، وما خدش وقت طويل لحد ما شاف الناس كلها متجمعة في مكان حوالين الهليكوبتر، واللي كانت مشتعلة تماما، والدخان الأسود كان مغطي الجو، وكانت عربيات الشرطة والإسعاف في كل مكان، وكانوا بيحاولوا يوقفوا النار. إيزاك نزل من العربية وبدأ يدخل بين الناس عشان ياخد صورة للحادثة، وفعلا وصل للمكان وبدأ يصور الحادثة وخد أكتر من صورة. ولكن اللي إيزاك ما كانش يعرفه إن الصور دي هتغير حياته. في نفس اليوم ده ولكن قبل ساعات من الحادثة، وتحديدا الساعة 1 الظهر، أيزيا خلص محاضراته، وبعد كده افتكر إنه معاه جوابات في شنطته وكان عايز يبعتهم لعيلته في كينيا. علشان كده قرر إنه في طريقه للبيت هيعدي على مكتب البريد عشان يبعت الجوابات. خرج من الجامعة وحط سماعات في ودانه وبدأ يمشي ناحية مكتب البريد، وعلى الساعة 1:05 وصل للمكتب وحط الجوابات، وبعد كده طلع. وبعد دقيقة وهو ماشي في الشارع، الهليكوبتر اللي كانت فوقيه فقدت التحكم ووقعت عليه. وبعد ثواني هو والتلات أشخاص اللي كانوا في الهليكوبتر ماتوا. من المتوقع لأن أيزيا كان حاطط سماعات في ودانه فما سمعش صوت الهليكوبتر اللي كانت جاية ناحيته. وفي نهاية اليوم ده إيزاك اكتشف إن الصور اللي هو صورها كان فيها صورة لصاحبه. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقيه على جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.